هذا الراجل اللي في الصورة كتفو ثقيل بالكراد والأوسمة ومشارك في بناء مستقبل السودان. هو ماشي جنرال أو ابن شي مدرسة عسكرية أو مؤسسة جامعية، فهو غير تاجر إبل كيف ما صرح قبل. ماشي الصدفة بوحدها اللي حطاتو في هذه المكانة، بل خداها من القوات اللي ديما كتحيط به وكتساندو، واللي الاسم ديالها قوات الدعم السريع، وعندها اسم آخر الجنجاويد. هذه المجموعة أو الجنجاويد متهمة بارتكاب جرائم في دارفور، حتى الأفراد ديالها كيتلقبوا برجال بلا رحمة. المجموعة والقائد ديالها دخلوا في اشتباك مسلح مع جيش النظام، والقائد ديالو اللي هو الجنرال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السياد. في الآونة الأخيرة الخلاف اللي كان بيناتهم خرج للعلن، وبدا كل واحد كيجمع القوات ديالو وكيخرجوا في البيانات. البلد ما بتتحمل يا اخواننا، البلد ما بتتحمل فراغ اكثر من اليوم من الان، ما بتتحمل. عشان كده الخلاف تحول لاشتباكات مسلحه بالقرطاس، وزاد العنف ديالها مع الوقت. كل واحد فيهم تيقول باللي يسيطر على البلاد، كل واحد فيهم عينو على النفوذ والسلطه، وكل واحد عنده جيش كيحميه ومسخن ليه كتف، وزيد عليها كل واحد عنده دول كتدعمه. دابا السؤال المطروح، شكون اللي كيحكم السودان اليوم؟ بالضبط في اقليم دارفور اللي جا في غرب السودان. في هذه المنطقه تولد حميدتي سنه 1975. اما الوقت اللي بانت شخصيته العسكريه والمجموعه ديالو اللي معروفه اليوم باسم قوات الدعم السريع فكانت في عام 2003، وهو واحد التنظيم مسلح كيتكون من قبائل الاصل ديالهم عربي، كانت سميتهم الجنجاويد، والمعنى ديالها جن على جواد. مقتل 17 سودانيا وإصابة العشرات وحرق 4 قرى بالكامل في مناطق جبل مون جنوب العاصمة الخرطوم أثناء هجوم عناصر من الجنجويد أمس الخميس. حميدتي حصل على واحد الفرصه اللي ما كانش كينتظرها من بعد ما ناضت صراعات بين الحكومه السودانيه وشي عصابات في دارفور، بحيث عطى الرئيس السوداني السابق عمر البشير تفويض ودعم لقوات الجنجاويد بالقياده ديال ولد عم حميدتي موسى هلال. من موراها دخل حميدتي للسياسه من بعد ما ارتكبت الجماعه ديالو جرائم اللي وصلت حتى للاباده الجماعيه. هذا كان تصريح الامم المتحده، بحيث تقتل في هذا النزاع 300 الف شخص وتشردوا اكثر من 2 المليون من ديورهم. هذه الحرب سالات في 5 سنوات، تعلن تفكيك جماعه الجنجاويد نهائيا، ولكن حميدتي وولد عمو ما خرجوش من المشهد كيف ما دخلوه. موسى هلال عينو الرئيس البشير مستشار بديوان الحكم، حميدتي يد اليمنى للبشير. وفي نفس الوقت اشتعلت مره اخرى في دارفور، ورجع حميدتي الى المشهد بتنظيم مسلح جديد من 6000 مقاتل بنفس عقليه الجنجاويد اللي تم تفكيكها. هذا التنظيم تسمى بقوات الدعم السريع. الرئيس البشير عطى لهذه القوات الشرعيه الكامله وضمها بشكل رسمي لجهاز الامن السوداني وعطاها الفلوس من خزائن الدوله. اما بالنسبه لحميدتي فرجع اليد اليمنى ديال الرئيس، والدور ديالو هي يقمع المتمردين في دارفور، وعطاه كراد ديال كولونيل، مع العلم انه ما كانش في السلك العسكري. من بعد رقاه لمرتبه جنرال في نفس الوقت اللي تم السجن ديال ولد عمو اللي هو الرفيق ديالو. موسى هلال زعيم ميليشيا الجنجويد من حليف عسكري للحكومة السودانية في حربها ضد الحركات المسلحة في دارفور إلى معتقل. حميدتي عطاو الصلاحيات باش يحكم القبضه ديالو على تجاره اغلى مورد طبيعي في السودان هو الذهب، بحيث سيطر على معظم المناجم في دارفور. هنا مجله فوني بوليسي قالت ان مداخيل ديال الذهب كتمشي كامله لعصابات مواليه للحكومه، وان جميع مداخل تجاره الذهب فاتت 123 مليون دولار بين سنه 2014 و2016. وبالنسبه لرويترز قالت ان نفوذ عائله حميدتي فاتت القيود البنك المركزي لصادرات الذهب اللي كانت تتحول لدبي بلا حتى واحد ما يحاسبها ولا يراقبها، ووصلت مبيعات الذهب الامارات ب 30 مليون دولار، هادشي غير في شهر، وبالضبط في سنه 2018. حميدتي ما ضحاش غير بولد عمو بوحدو في طريقه للسلطه، نقالب حتى على الرئيس اللي طلب باش يعتقو ويوقف معاه ضد المحتجين سنه 2019. تما انتشرت قوه الدعم السريع في العاصمه الخرطوم، وفضل حميدتي باش يتخلى على الولاء ديالو الرئيس البشير، وبدا كيشوف في راسو الحاكم الجديد. علاش لا؟ هو كيمتلك قوات فيها ازيد من 40 الف مقاتل. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا في القناه كنتمنى تشتركوا معنا وتفعلوا الزر ديال الجرس باش يوصلكم الجديد، وما تنساوش تشجعونا بلايك.